الوزير بتاعه عايزين نمشي كده مع الناس ونشوف ايه الناس اعمالها ايه، بتعمل عمل خير، مين اللي بيعمل عمل خير نساعده ونشجعه، اللي بيقول كلمه طيبه للناس نساعده ونشجعه. فمشي الملك مع الوزير كده لابسين ملابس عاديه ونزلوا، فلقوا راجل عنده 80 سنه واقف يزرع شجره زيتون. شجر الزيتون ده فيه انواع منها ما بتطلعش الا بعد 10 سنين وحد 20 سنه. فالملك قال للوزير تعالى نروح للراجل ده شكله بيعمل عمل خير حلو، بس ازاي هو كبير في السن كده وبيزرع شجره هتطلع بعد 20 سنه وعنده امل ياكل منها؟ فراحوا قالوا له بتعمل ايه؟ بزرع شجره. لمين؟ هو انت عندك امل تاكل منها؟ فقال اللي قبلنا زرع واحنا كلنا، فانا بزرع عشان اللي بعدين ايه؟ ياكل منها. فالملك انبسط وقال ده الكلمه دي جميله، وقال للوزير اديله 400 دينار فاداله. فالراجل ضحك، قال له الملك بيضحك ليه؟ قال له الشجره بتطرح بعد 20 سنه وانا شجرتي طرحت حالا وخدت منها 400 دينار. فالملك قال له دي كلمه حلوه قوي كمان، اديله كمان 400 دينار. فاداله كمان 400 دينار فضحك اكتر. فالملك بيقول له بتضحك ليه؟ فقال له الشجره بتطرح كل سنه وانا شجرتي طرحت مرتين 2 في السنه. فقال له اديله كمان 400 دينار. فالراجل ضحك، قام الملك ماشي. فالوزير بيقول له ده بيضحك، قال له احنا لو وقفنا جنبه هيخلص كل الفلوس اللي معانا. قال له ليه؟ قال له هو اتعود يقول الخير ويعمل خير فمش يخرج منه غير كله خير. ما شاء الله. ربنا يجعلكم يا رب من اهل الخير ويجعلنا جميعا كده من المقبولين.